تخيل تفيق في الليل وتلقى شي واحد واقف عند راسك تيشوف فيك وما تيهضرش. القصة بدات في مدينة فاس، واحد الدار قديمة ورثتها العائلة ديال سعاد. سعاد واحد البنت اللي عندها 20 عام، طالبة جامعية. ماتوا والديها في واحد لاكسيدون واضطرات مسكينة أنها تسكن مع عمتها. الدار كبيرة بزاف وفيها واحد السكات غريب، وأغلب البيوت اللي فيها خاوية، ولكن كاين واحد البيت عنده واحد الباب ديال الخشب وديما مسدود، عامر بالتراب، عمرو ما تفتح سنين. الجيران تيحكيو عليه قصص غريبة. واحد السيد كان ساكن قبل منهم قال بلا تيسمع البكا ديال البنت الصغيرة من وراء الباب. واحد المرأة أخرى قالت أنها شافت شي ظل تيحرك يدو من الداخل. سعاد ما كانش تتيق هذا الشيء، كانت تقول هذا الشيء غير خرافات باش يخلعوني. ولكن في واحد الليلة وهي كتحاول تنعس سمعات خطوات ثقيلة جاية من الطابق الثاني. خرجات بشوية مشات للصالون، الصوت قريب بزاف. وقفات قدام هذاك الباب المسدود وسمعات بوضوح الصوت ديال تنفس ثقيل من وراه. سعاد ما قدراتش توقف الفضول ديالها، مشات عند جارهم الحاج عبد السلام، راجل كبير في الحي، وسولاتو. قالت ليه واش هذاك الباب علاش ديما مسدود؟ تنهد مزيان وقال لها بنتي هذاك الباب ما خاصوش يتفتح كاع، راه كاينه شي حاجه تما خطيره. ولكن سعاد ما استسلماتش. في واحد النهار لقات واحد الساروت قديم عند عمتها في وسط واحد الصندوق ديال الخشب. دخلاتو في القفل وبزز الباب بدا يتحرك. اول ما تفتح هذا الباب خرج منه واحد البرد بارد بحال داك البرد ديال الليل، واحد الريحه خانزه بزاف. الظلام في الداخل تيخنق. هذاك البيت صغير، الحيوطه اللي فيه مشقوقين والارض فازقه بحال ليله ديما فيها الويدي. وسط البيت كاين واحد الكرسي ديال الخشب قديم، وفوق من داك الكرسي محطوطه واحد المونيكا مغربيه تقليديه، لابسه واحد القفطان قديم، شعرها مشعكك وعينيها كحلين تيبريو في الظلام. سعاد وقفات مصدومه، حسات بشي حاجه حاضره، وغير زادت واحد الخطوه للقدام سمعات ضحكه صغيره جايه من حداولو. من ديك الليله حياه سعاد تقلبات. الصباح ولا تلقى المونيكا قدام الباب ديال بيتها. واحد المره ناضت مع 3 ديال الصباح ولقاتها جالسه حدا ناموسيتها. شداتها الخلعه ولكن ما قدراتش تلوحها. في العشيه وهي داخله الكوزينه لقاتها واقفه حدا الثلاجه، كتحس بحال ليلة شي واحد تابعها. واحد النهار عمتها كانت ناعسه في الصاله ولقاتها جالسه حداها. سعاد بدات تسمع الصوت ديال الطفله الصغيره تتغني واحد الجمله وتتعاود فيها بزاف: ما تبغيش تهربي، ما تبغيش تهربي. هذا الصوت تيتكرر. الاصوات في الليل ولات تتزاد والمونيكا تزيد تقرب من سعاد. والمصيبه في واحد اللحظه شافت العينين ديال المونيكا تيتحركوا وبداو تيبكيو بالدم. سعاد قررت تعرف السر ديال هاد المونيكا، واللي عنده الجواب هو الحاج عبد السلام. سعاد مشات عند الحاج عبد السلام. في الاول كان ساكت، وجهه تتبدل وباين عليه الخوف، ولكن منين عاودات ليه هاد الشيء بدا تيهضر بواحد الصوت في شكل. قال لها راه ديك المونيكا ماشي لعبه، كانت ديال واحد البنت صغيره ماتت مقتوله في هاد الدار دابا شي 30 عام. الروح ديالها تحبسات وسط هاد الدار، واي واحد بغى يفتح هذاك الباب تتوقع عليه شي حاجه. سعاد تصدمات، ولكن الرعب بدا فعلا في الليالي اللي جايين. كتنعس وتفيق تتلقى لحمها مكتوبين فيه شي حروف في شكل. واحد المره لقات مكتوب عليها معايا غادي تمشي. واحد المره اخرى لقات مكتوب على رجليها وصل الوقت. الجيران بداو تيسمعوا الغوات ديالها في الليل. واحد الليله كانت الشتاء، الجيران ديالهم بداو تيسمعوا شي غوات تيخلع. طلعوا للسطح لقاو سعاد واقفه عينيها حمرين والمونيكا بين يديها، كانت تضحك بشي صوت مجنون. واحد جارتهم قالت لها سعاد اش واقع؟
جاوباتهم بجمله وحده بواحد الصوت ديال الدراري الصغار. ما بقاتش مونيكا، رجعات بنت حيه. واحد شويه سعاد غبرات من بلاصتها وبلا اثار. من ذاك النهار ما تلاوش لقاو سعاد والدار تسدات. ولكن الجيران خصوصا في الليل يسمعوا واحد الصوت ديال بنيه صغيره كتغني من السطح: ما تبغيش تهربي، ما تبغيش تهربي.